الجدل كيرتفع نهار بعد نهار، وهذا الموضوع اللي غنهضر فيه اليوم فيه نقاش كبير بزاف. طبعا هو الجنس خارج اطار الزواج، السكر والافطار في رمضان والعلاقات الجنسيه الرضائيه. هذه المواضيع كتسيطر على النقاش العمومي في الايام المقبله وفي هذه الايام وحتى في الايام الجايه والسنوات الجايه، واللي غيكون مطروح بقوه كذلك، وغادي نبقاو نسمعوه في المواقع وفي الجرائد وحتى في الوسائل الاعلام العموميه، التلفزه والراديوات. وهناك من يرى ان الامر يجب ان يحسم فيه، وهناك من يطالب بعدم الزيغ وخرق الشريعه الاسلاميه وعدم تكريس الميوعة، ونحن بينهم نناقش ونحلل وننقل المعلومة ونتكلم، وهذا حقنا في التعبير. قبل الدخول في الموضوع نرجو الإعجاب بالفيديو وتسجيل الاشتراك في القناة ليصلك الجديد، ولا تتردد في دعمنا أبدا، لأننا نريد أن نقدم لك الأفضل وأن نساهم في التغيير وفي محاربة التفاهة. مرحبا أصدقائي الأعزاء. منذ فترة طويلة ونقاش الحريات الفردية يطرح بقوة في المغرب بين مؤيد ومعارض، ولنفهم القصة دعونا نبدأ من البداية. في سنة 2019 أثارت قضية اعتقال الصحفية المغربية وباحث سوداني بتهمة التورط في علاقة غير شرعية، عاصفة من ردود الأفعال الوطنية والدولية انتهت بعفو ملكي من طرف الملك محمد السادس. بعد ذلك تم فتح نقاش موسع حول الحريات الفردية في المغرب، ولا أحد له دخل في الذي أفعله في حياتي الخاصة ما دمت شخصا راشدا برفقة شخص راشد. لكن منذ ذلك الوقت النقاش لم يتقدم إلى الأمام ولم يؤتي أكله أبدا، وهناك تحفظ كبير بحوله واختلاف كبير عنه، لذا توقف قليلا ونقاشات قليلة فيه كانت. فإلغاء تجريم الجنس بالتراضي بين البالغين وتوفير مجال أوسع لممارسات الحريات الدينية ليس نقاشا سهلا بالنسبة للتيارات المحافظة التي يسميها البعض رجعية. وأنا هنا لا أتحدث عن من يسبون في التعاليق ومن يتحدثون في المقاهي ومن لا يفكرون قبل الكلام، بل أتحدث مع من يفكرون ويعطون مساحة لعقلهم من أجل النقد والانتقاد. هذا النقاش الكبير عاد إلى الواجهة من وزير العدل الحالي بغى يخرج القانون الجنائي، لأن الأمر بالنسبة له معركة وغادي يدخل فيها على عدة جبهات وغادي يخوض فيها صراع ضاري وقوي من أجل تنزيله. الوزير وهبي يقول إن الحريات الفردية مصلحة وطنية تستجيب لمقتضيات الحداثة ولا تتعارض مع روح الدين الإسلامي، إذ أن الإسلام والحداثة يشتركان في القيم العليا نفسها: الحرية، الكرامة، المساواة، العدل، العفو والمحبة، الرحمة والحكمة إلى آخره. غير أني أميز ابتداء بين الدين والفهم التاريخي للدين، فالدين شعور نابع من فطرة كل شخص بنحو عفوي يتناسب مع شخصيته، وذلك وفق تعاليم الذكر الحكيم. هذا ما يقوله وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وقال أيضا ماذا قال؟ أنصت: كذلك يكمن منبع الفتن في نزوع الأفراد إلى التدخل في الحياة الشخصية لبعضهم البعض، وهو نمط التسلط الذي حاول البعض أن يشرعنه بدعوى شرع الله، إلا أن المغاربة بنباهتهم فطنوا إلى أن الاسم الحقيقي هو شرع اليد، ما يعني الفوضى والفتنة. ماذا يمكن أن نفهم من قول عبد اللطيف وهبي وزير العدل؟ قولوا لي شنو بغى يقول في التعاليق. فالداعمين للحريات الفردية يقولون ينبغي للمغرب أن يخرج الدولة من غرف النوم وأن يسمح للناس بأن يعيشوا حياتهم الخاصة بالتراضي دون خوف من المحاكمة والسجن. فمن منا لا يذكر قضية سيدة تطوان ذات الفيديو الإباحي، وقبلها قضية التنورة وغيرها من النوازل التي تضع المغاربة أمام تجاذب جدلي بين ما هو محلي وما هو كوني في دوامة التدافع المجتمعي للتكريس قيم يعتبرها البعض حرية منضبطة ومسؤولة ترفض التكبيل، بينما يراها البعض الآخر حرية متسيبة
وتطبيع مع الفاحشة والفحش والفجور. هناك من يرى أن الحريات الشخصية لم تعد تندرج ضمن خانة الكماليات، بل أضحت تشكل رافدا أساسيا من روافد الضرورية للتقدم والازدهار والبحبوحة الاجتماعية. وهناك من يختزل مفهوم الحريات الفردية في العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وهذا بالطبع فيه انعدام فهم. والأهم في هادشي كامل اللي بغيت نقول هو أن معضلة الحريات الفردية في المغرب ليست وليدة اليوم، وكل ما في الأمر أنها أصبحت أكثر إلحاحا مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي التي خرجت لنا الحريات، خاصة الأكثر إثارة منها للجدل، من السر إلى العلن، ولينا كنشوفوها. يعني هادشي كان وما زال غادي يكون. ربما المجتمع اللي كنعيشوا فيه عنده نظرة قاصرة في حرية الجسد اللي كيربطها بالجنس، حيث ما كيشوفوش في الجسد كإنسان وانعكاس للذات الإنسانية بقدر ما كيشوفوا فيه أداة لممارسة الجنس والفاحشة. خليونا هنا نرجعوا للسيدة تطوان ونطرحوا السؤال: كيف يمكن بناء قرائن على واقعة تعود إلى سنوات خلت؟ كانت حينها الفتاة المتهمة عازبة، وهي اليوم أم لطفلين. مع العلم خاصنا نستحضروا الأضرار اللي طاحت فيها الضحية جراء قضاء المحكمة، وهو الإدانة بعقوبة حبسية كان يمكن لغرامة أن تفي بالغرض الاجتماعي من وراء العقوبة، وكفى الله المؤمنين شر القتال، بدون شوهة وبدون فضيحة مع العائلة والجيران. هنا خاصنا نطرحوا سؤال كذلك بقوة: الحق في الصورة وحماية الحياة الشخصية اللي هو حق طبعا دستوري ما تمتعاتش به الضحية. من جهة أخرى، وهذه فكرة مطروحة بقوة، ما قد يعتبره البعض انتهاكا للحياة الخاصة للفرد، قد يراه البعض الآخر إخلالا بهوية المجتمع وقيمه بكل بساطة. ماشي شي حاجة اللي صعيبة ولا كذا، هذه هي فكرة بسيطة. ومن الإشكالات المطروحة وبقوة واللي تعتبر معضلة إن صح التعبير هو الصراع الحاصل بين الاختيارات الفردية والنظام الاجتماعي اللي كنعيشوا فيه. ان الانسان باغي حاجه ولكن المجتمع عنده راي اخر وكيوقف في الوجه ديال الانسان. فهذا التناقض يعد مساله طبيعيه ناتجه عن صراع المصالح. في داك الشيء اللي كتشوفوا انت حق البعض كيشوفوا انتهاكا، وهي قاعده عامه تسري على كافه المجتمعات الانسانيه، ماشي المغرب ولا مصر أو السعودية كلش. وهنا المختصين كيحذروا من تنامي النزعة الفردية والفردانية والأنانية على أنقاض المصلحة العامة، وهو الأمر اللي يقدر يدفع بالمرء إلى الاهتمام بالحرية ديالو الخاصة على حساب حرية المجتمع. بالفعل دابا هذا أصبح موضوع شائك جدا، وهناك أفكار أخرى يجب أن أشير إليها، وهو الحديث عن الحريات الفردية أو العلاقات الجنسية الرضائية. فإنه لا وجود لشيء اسمه الأخلاق العامة، لأن مكان ممارستها بالضرورة مكان خاص، والموضوع مازال فيه ما يتقال. وهذه مجرد حلقة الإخوان بسيطة تكلمت فيها بعجالة عن هذا الموضوع، والذي سأحاول أن أقاربه في حلقة أخرى وحلقات أخرى. كلما تقدم النقاش إلى الأمام سأتكلم عن هذا الموضوع وسأناقشه معكم بين المؤيد والمعارض. مع السلامة.